السلام عليكم. وصفة اليوم بريوات كيجيو شهوة منهم رائعين بزاف في الطعم. بحاشو اللي جد اقتصادي وساهل بزاف كيوجدوا بالخف. كنقدروا اننا نوجدوه كمية كثيرة ونوضعوها في المجمد الوقت اللي بغينا كنخرجوها ونطيبوهم ونقدموهم كيجيو غزالين بزاف. ونبداو على بركة الله في تحضير الحشو. عندي هنا في المقلاة واحد الحبة ديال البصل مع واحد ريس ديال الثومة. غادي نقليهم في واحد شوية ديال زيت الزيتون مع شوية ديال زيت النباتي او الزبدة اللي متوفر عندكم. غادي نضيف ليهم بعد ما كيتشحروا واحد الحبتين ديال الجزر اللي يكونوا محكوك هكا بالحكاكه الغليظه مع واحد الحبه ديال القرعه الخضراء. صافي غادي نشحرهم مزيان هاد الخضر ديالي على نار اللي تكون متوسطه ما تكونش ناقصه باش ما يطلقوا داك الماء ديالهم. صافي غادي نضيف ليهم هنا واحد الكميه ديال الكفته. نحاول انني هكا نفتتها هكا مزيان مع هاد الخضر. صافي وغادي نقليهم ايضا مره اخرى على النار اللي تكون متوسطه كيف ما ذكرت. هنا من بعد ما كنلاحظ انه الكفته ديالي تقلات غادي نضيف لهم هنا التوابل اللي غتلقاوهم في صندوق الوصف. الملح والابزار والفلفل الاسود وايضا التحميره ومع واحد شويه ديال الحار اذا كتفضلوه وواحد الملعقه كبيره ديال صوص الصوجا. صافي نحرك ايضا مره اخرى هاد المكونات على النار حتى كيبانوا ليا طابو. غادي نزولهم فوق النار عاد غادي نضيف لهم هنا القزبر والمعنوس وواحد شويه ديال الزيتون اللي يكون مقطع مزيان او ندوزو هكا في الهشوار. صافي هنا غادي ندوز باش نقطع الورقه ديالي. عندي هنا تقريبا واحد ربعه. كنزول اول الجوانب اللي كيكونوا ناشفين وغادي نبدا نقطع كيف ما كتلاحظوا معايا بالاستعانه بالاصابع ديالي. كنعبر واحد 3 تقريبا باش نحصل على بريوات يكونوا مقادين. انا درتهم هكا صغيورين بامكانكم تكبروهم او ديروهم متوسطي الحجم حسب الذوق ديالكم. صافي ونبدا نقد البريوات ديالي. المهم الورقه اللي كتبقى لينا ضروري انا نوضعها في بلاستيكه باش ما تنشفش معنا. هنا كنحاول انني نقد هكا الاشرطه. ضروري البلاصه اللي كتكون حرشه ضروري انها تكون الفوق او اللي كتكون ماسكه كتكون الاسفل. هذه الطريقه هذه القضيه معروفه عند كاع جميع النساء. صافي ونبدا نعمر على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. كندير ملعقه كبيره في كل شريط وغادي نبدا نلف بالطريقه العاديه كيف ما كنلفوا البريوات. إذا لاحظتوا أنه الورقة ديالكم ناشفة ضروري أنكم تدهنوها بالزيت قبل ما تبداو أنكم تعمروها. أنا هنا الورقة عندي كانت مزيتة لهذا ما درتش يعني الزيت ما دهنتش الورقة ديالي بالزيت. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا كنبدا هكا نلف على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. كنسدوا هذوك الأطراف اللي كيكونوا في الأخير بالخليط ديال الدقيق مع الماء كيف ما هو موضح في الفيديو. نحاولوا اننا ندهنوهم وندخلوهم في داك الطرف الاخير كيف ما كتشاهدوا معايا. صافي نوضعهم هكا جانبا ونكمل كاع الكميه كامله اللي عندي فهاد ربعه ديال الورقه. يعني تبارك الله كتحط لنا كميه لا باس بها اذا هكا صغرنا الحبات ديال هاد البريوات. وايضا الحشو كتجي هي هذه كتجي مع هاد الورقه هي هذيك. صافي هنا من بعد ما كملت كامل الورقه اللي عندي عمرتها غادي نوضعهم هكا كميه في اللاطه ديال الفرن عندي كيسخن. دهنتهم هنا بشويه ديال الزيت مع التحميره. الفرن عندي كيسخن على درجه حراره 200. كندخلهم للرف الوسطاني والفرن كيبقى مشعل من الفوق ومن التحت. ضروري انهم يطيبوا لينا على خاطرهم هاد البريوات باش يطيبوا لنا حتى من الوسط. المهم الفرن كيكون مسخن في الاول على درجه حراره 200 بعد كنقصوا لهم على درجه حراره 180 ونخليهم على خاطرهم في الفرن. بالنسبه للنصف الثاني ديال هاد البريوات دخلتهم للمجمد درتهم هكا في بلاطو خليتهم واحد تقريبا واحد نصف ساعه حتى كيتجمدوا عاد كنخرجهم وكاكا وكنوزعهم في بلاستيكات وكنخليهم في المجمد الوقيته اللي بغيتهم كنخرجهم وكنضعهم في اللاطه ديال الفرن وندخلهم مباشره للفرن. هنا البريوات ديالي اللي دخلتهم الفرن هما من بعد ما كيتحمروا حتى كنلاحظ انهم طابوا تحمروا كنخرجهم كنضيف لهم شويه ديال الجبن المبشور من الفوق وكنقدمهم بالصحه والراحه.